القصر ده شكله شيك جدا من بره، بس اللي حصل جواه يخلي اي حد يفكر قبل ما يعدي حتى من قدامه. اسمه قصر لالوري، موجود في نيو اورلينز في امريكا، اللي كانت عايشة فيه ست اسمها مدام ديلفن، واحدة من الطبقة الراقية، وكانت بتظهر انها ست محترمة، بس الحقيقة كانت شيطانة في صورة بني ادمة. سنة 1834 حصل حريق في القصر، لما الناس دخلوا يطفوه اكتشفوا السر اللي مخبيه في القبو. عبيد مربوطين بالسلاسل، أجسامهم متشوهة ومتعذبة بطريقة لا يمكن عقل يصدقها. في ناس اتخيط بقهم، وفي ناس كانت لالوري عاملة لهم تجارب زي ما تكون بتلعب فيهم. ومن ساعتها القصر اتقفل، لكن الناس بتسمع صراخ بالليل وأصوات خطوات، والأنوار بتنور وتطفي لوحدها. بيقولوا إن الأرواح اللي اتعذبت هناك لسه ما مشتش، ولو قربت من القصر ممكن تسمع حد بيناديك من الشباك، بس ما حدش واقف.